السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده بسيطة. ممكن نعملها أول يوم رمضان، يعني خفيفة وبسيطة ومش مكلفة خالص. دلوقتي أنا معايا البواقي من الكيك دوت. كنت عاملة صينية كيك، عملت بيها كذا حاجة يعني. واتبقى معايا دول يعني كم قطعة كيك كده، مش حاجة كتير. تمام. ومعايا عسل، اللي هو العسل الحلويات، ومعايا حبة كريمة زي ما انتم شايفين اهو. هبتدي احط في كل كوباية. قبل بس ما نبتدي نسمي الله ونصلي مع بعض على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. دلوقتي كده بحط في كل كوباية معلقة كريمة. وهبتدي اخد قطع الكيك واقطعها كده. يعني ان انا هعمل الكبات طبقات يعني. طبقة كريمة وطبقة كيك وطبقة جناش. بحط في كل الكبات زي بعض كده اهو. سهلة جدا يعني وبسيطة وغير مكلفة، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت خالص خالص يعني. هبتدي اسقي بقى طبقة الكيك بالعسل ده. كوباية سكر مع كوباية مية وعصرة ليمونة وحبة فانيليا. بسيبهم يغلوا على النار لحد ما تتقل شوية، وبستعملهم في الحلويات. هبقى انزل لكم طريقة العسل للحلويات بتعمل ازاي بطريقة جميلة جدا يعني. الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بالعدد، الحمد لله حتى يرضى. الله لا اله الا هو الحي القيوم. تالت طبقة دلوقتي كده هحط كريمة. الكريمة عشان تديكي الطبقة الجميلة ديت تكون متماسكة، مش ما تكونش خفيفة يعني. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، الله اكبر. هبتدي دلوقتي افرد الكريمة على الوش كده. الكريمة عملتها معاكم قبل كده في فيديو، والكيك السبونش عملته معاكم برضو في فيديو، والجناش. تمام. هكمل الكبات بقى كده وارجع لكم تاني. ودلوقتي كده بحط الجناش اهو زي ما انتم شايفين. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. هغطي كل طبقة الوش بالجناش زي ما انتم شايفين كده اهو. يعني هعمل طبقة كده خفيفة، وهحط طبقة كمان من الكيك زي ما انتم شايفين اهو. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر. يعني ممكن بصينية كيك تشهيصي الدنيا وتعملي كذا صنف حلويات يعني. ممكن تعملي جاتوه، ممكن تعملي كبات زي ديت، ممكن تعملي طواجن. بقطعة الكيك هتحطيها في التلاجة، وقت ما تحبي تستعملي منها هتستعملي على طول. هتبقى الحاجة جاهزة معاكي يعني. وكل المكونات موجودة في البيت. عملت الكيك يعني وفاض منه الأجزاء اللي انتوا شفتوها ديت. عملت بيها القبات وكده. والكريسبي طبعا اللي هحطه على الوش. بتختاري اللي انت عايزاه، وبعد كده يعني بتشتريه وبتخليه عندك في التلاجة. عشان طبعا استعمال البيت لما تيجي تعملي حلويات مش زي مثلا انت بتبيعي، مثلا ده انت بتعمليه في بيتك، فما بتهدريش فيه كتير يعني، فبيفضل معاكي حبة حلوين. والحاجات دي لما بتكون عندك في البيت بتخلي الموضوع سهل وبسيط يعني. لو حابة تعملي حلويات بتقومي تعملي على طول يعني، بتبقى الحاجة معاكي جاهزة. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده خلصت اهو.
هو بقى هنا بقى المفروض ان انا كنت حطيت طبقة تاني من العسل، بس نسيت بقى، حطيت الكريمة على طول. دلوقتي كده برضو هحط طبقة كريمة اهو. الموضوع سهل وبسيط خالص يعني. شوفي بقى لما مثلا انت عايزة تعملي حاجة زي كده وهتشتريها مثلا، او انت حابة انك انت تاكلي حاجة زي كده وهتشتريها من بره، شوفي هتشتريها بكام. عملناها في ربع ساعة وما خدتش مننا وقت خالص، وطعمها جميل جدا جدا، تحفة بصراحة يعني، طعمها رهيب. هنا افتكرت ان انا ما حطيتش العسل، فابتديت اسقي اللي هما لسه ما حطيتش فيهم الكريمة. وجبت الخلة ديت على اساس ان انا اعمل ثقب كده في الكريمة، وابتدي اسقي العسل زي ما انتم شايفين كده. لو بتنسي زي بقى اعملي الحركة دي. تمام كده. عملت في كل الكبات اللي انا نسيت احط فيها طبقة العسل من فوق على الكيك، وهبتدي ان انا اعمل الطبقة الكريمة واسويها بالشكل ده. وبعد ما سويت الكريمة احط طبقة جناش كده. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. هظبط بقى الدنيا كده حواليا، ولو في مثلا حاجة وقعت على الكبات ولا حاجة بمسحها اهو. والطبقة الأخيرة ديت هكون محضرة كيس تلاجة وحاطة فيه كريمة على أساس إن أنا أعمل روزتات على الوش كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. حاجة بسيطة وسهلة جدا يعني، مفيهاش أي حاجة خالص. وبعد ما خلصت الروزتات هجيب الكريسبي اللي هو الكبيرة ديت الفضي، احط على كل روزتة كده واحدة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين يا الله. شايفين الموضوع سهل وبسيط خالص يعني اهو. وهجيب الكريسبي البني الصغير واحط حوالين الكريمة بالشكل ده اهو.
وهجيب قطعة شوكولاتاية اهي، وهستعمل المبشرة الواسعة اللي هي تبع الخلاط، وهبتدي ابشر الشوكولاتة كده على الوش بطريقة سهلة خالص اهي. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. هنا كده ابتديت اخلص الكبات كلها كده زي ما انتم شايفين اهو. دلوقتي كده اتبقى معايا حبة جناش، حطيتهم في كيس صغير وعملت له فتحة كده، ممكن تعمليها بالخلة الشيش. وعملت خطوط على الوش بالشكل ده على اساس انها تدي شكل جمالي كده. شايفين الجمال بقى؟ شايفين الكب عامل ازاي؟ حاجة بسيطة من البيت وعملنا احلى حلويات اهو في البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.